تول من ضمن التولز اللي موجوده في الريج بتاع الكوره، هديله برضو مفتاح، ولازم اتاكد طبعا ان انا فاتح الاوتو كي، ولازم برضو اتاكد ان انا على البال لو انا بشتغل 25 فريم بير سكند. هبتدي اتاكد ان الكوره مش واخده اي مفاتيح خالص، هعمل ديليت للمفاتيح، وهنقول مثلا التايم بتاعنا تقريبا، التايمنج بتاعي تقريبا 150 فريم مثلا، وممكن يكون اقل من كده. هنيجي نقول ان احنا هنعمل انتسيبيشن، الكوره هتطير، الكوره هتنط يا ربي، خلاص. فالكوره هنحتاج ان احنا نعمل انتسيبيشن تقريبا في خلال مثلا ثانيه. فانا اديتها مفتاح، واديت برضو السكواش مفتاح. بعد كده الكوره هتنط، الكوره لو نطت مثلا في الهواء هنقول ان هي هتنط مثلا في نص ثانيه، يعني تقريبا 12 فريم. همسك الكوره واطلعها في الهواء واديها مفتاح، واتاكد ان كل المفاتيح متاخده. فهنبص هنحرك هنلاقي هي فضلت ثابته لغايه فريم 25، بعد كده طلعت في الهواء، بعد كده رجعت تاني. هتنزل، لو هتنزل مثلا هتنزل في نص الفريمات تقريبا. تعالوا نبص كده، يعني الى حد ما الطف شويه. احنا كده اشتغلنا، عملنا بوز تو بوز، ما عملناش ستريت اهيد. الستريت اهيد، الفرق ما بين البوز تو بوز والستريت اهيد في كمبدا من مبادئ التحريك ان احنا بنسترسل في الحركه، يعني نيجي من اول الحركه نقعد نحركها لغايه اخرها. لكن اللي انا عملته ان انا اشتغلت بوز تو بوز، عملت اول مفتاح الكوره واقفه، بعد كده عملت مفتاح تاني الكوره واقفه ما بتعملش اي حاجه، بعد كده بتطلع في الهواء، بعد كده بتنزل تاني. جيت بقى ده بوز تو بوز، انا عملت جولدن كيز تبين لي، تشرح لي الحركه هيحصل فيها ايه. تعالوا نبص كده، يعني الى حد ما الطف شويه.